السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرة مع كرم أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي حيلعب مع الاتحاد الإسكندري، مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع. إن شاء الله أتمنى الفوز النادي الأهلي 3-0 إن شاء الله وبعون الله. التشكيلة المتوقعة النهاردة: شوبير حراسة المرمى، قدامه عبد المنعم متولي، على اليسار معلول، على اليمين محمد هاني، قدام محمد هاني بيرسي تاو، قدام علي معلول إن شاء الله حسين الشحات. خط النص المتوقع يكون مروان عطية وكوكا، وأكرم توفيق. توقعاتي هيبقى قدام أبو علي، مع إن التحكيم في مصر بالنسبة لي التحكيم كله موجه. امبارح الحكم أفسد المباراة بتاعت مدن فوتشر وبيراميدز، ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة. لاعب واقع والكرة ضربت فيه من الخلف وبعدين راحت ليده، مع ذلك الحكم حسبها ضربة جزاء. فبين على الدوري انه موجه كله السنة دي يحتاج بيراميدز، توجيه الحكام وسعادة الحكام وبتعليمات ان بيراميدز ياخذ بطولي او يحصل على بطولي، مش مهم تكون شرعية او غير شرعية. هو امبارح البني افسد المباراة بتاعت سموحة والزمالك، حكم فاسد ما عندوش ضمير، باع ضميره، ما حكمش بعدل لا للزمالك ولا لسموحة، مع ان يعني في فار. المفروض الحكم اخطأ الفرس اللي احنا الخطأ بتاعه، لكن احنا في مصر ما عندناش تحكيم، لا تحكيم على الفار ولا تحكيم في الساحة، كلهم فاشلين. المفروض كلهم يخشوا تاني مدرسة التعليم عشان يتعلموا التحكيم على أصوله. يعني في أفريقيا ما فيش تحكيم من عنديني بيروح يلعب في البطولة الأفريقية، ولا في كأس العالم ما فيش حكام بتروح منيني دي، لأن احنا التحكيم عنديني يعني وصل لمرحلة لا إخلاقية، فساد كروي وتحكيمي. كل ده يصب الاتحاد مش قوي، الاتحاد ضعيف، أضعف من الأندية، عشان كده التحكيم ضعيف. لو الاتحاد قوي التحكيم هيبقى قوي. إن شاء الله النهارده أتمناها مباراة بسوء الأخلاق الرياضية بين الفرقتين، يكون التحكيم عادل، يدي كل واحد حقه. لو في ضربة جزاء الاتحاد يحسبها ضربة جزاء، ما يخافش من الأهلي. لو في ضربة جزاء الأهلي يحسبها، ما يبقاش نازل الحكم مرعوب أو خايف، لأن لو نزل الحكم خايف يبقى مش هيحكم بالعدل. إن شاء الله أتمناها الفوز للنادي الأهلي 3-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.